ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ وبنرجع لحكاية تيلا. وبعدين تيلا كانت قاعدة مع الامبراطور وبتقوله انا عندي فضول اعرف ان في حد تاني غيري يعرف انك بتتغير كل ليلة. فقال لها لا. قالت له انت خبيت السر ده عن جيري رئيس الحرس رغم انه على طول جنبك. فقال لها جيري مش بيكون جنبي في غرفتي اثناء الليل. وفجأة وهما بيتكلموا دخل جيري. يا ترى سمع الحديث ما بيننا؟ فقال له جيري انا ليه جلالتك هبقى في اوضتك اثناء الليل؟ فرد الامبراطور لفينال وقال له مش كويس التصنت على محادثة الاخرين. فرد جيري وقال له انا ما كنتش بتصنت، انا كنت ماشي من جنب الغرفة فقط. فقال له الامبراطور من الممتع مضايقة جيري وكان بيهزر معاه. وبعدين جيري كان ماسك اوراق في ايده، فالامبراطور بيقول له كفايه هزار، ايه الاوراق اللي في ايدك دي؟ فقال له دي قائمة النبلاء اللي هم عايزين يقابلوا الأميرة قبل الزفاف. ورد الإمبراطور وبيقول هم دول أرسلوا رسائل للأميرة؟ فقال له جيري أيوة. فتيلا اتفاجئت وكان شكلها متضايق. فرد الإمبراطور وقال شكل الموضوع ما عجبش الأميرة، ارفض الجميع يا جيري. فرد جيري وقال له بس ده قرار سيء. فسرحت تيلا وبتقول في نفسها جيري أنا عارفة إنه في صف الإمبراطور لفينال وهو الوحيد اللي يعرف إنه طاغية، عشان كده الإمبراطور بيثق فيه، عشان كده جيري حذر مني ومش بيثق فيا. فالامبراطور بيسأله ايه الدنيا في استعداد الزفاف؟ فرد جيري وقال له الصلاة جاهزة تقريبا للزفاف، عايزين تشوفوها؟ وساعتها راح الامبراطور وتيلا يشوفوا صالة الزفاف. وكانت تيلا بتقول في ريحة جميلة، هي دي ريحة الزهور؟ فرد الامبراطور وقال لها حبيتيها؟ فردت تيلا وقالت المكان هيكون اجمل لو تم رش الماء المقدس في المكان كله وتنظيفه كمان. وفجأة ظهر الياهو وتيلا بصت عليه وبتقول في نفسها الياهو انا سمعت عنه، هو الشخص المبارك اللي حصل على رئيس الكهنة بعمر صغير، الشخص اللي بيمتلك اكبر قوة مقدسة بين جميع الكهنة، عشان كده لازم اتجنبه. واستخبت ورا الامبراطور. وبيقول الياهو للامبراطور جلالة الامبراطور لو كنت اعرف انك هنا كنت جيت بعدين، هو انا قطعت حديثكم؟ فرد الامبراطور وقال له الياهو منذ وقت طويل ما شفتكش. فرد الياهو قال اتضح انك مع الاميرة. فطبعا تيلا متوترة وبتقول في نفسها حان دوري الآن. وبيقول لها أنا مبسوط إني قابلتك، أنا رئيس الكهنة الياهو خادم سيومولا. فردت تيلا بابتسامة وبتقول له أنا كمان سعيدة عشان شفتك، أنا تيلا لومبيون. فالإمبراطور سأل الياهو وبيقول له أنت هتفضل هنا في الإمبراطورية لحد إمتى؟ فقال له الياهو كان الكهنة الصغار قلقين لأن سبت المملكة لفترة طويلة، عشان كده أنا جيت عشان أعتني بيهم وعشان أحضر حفل الزفاف، أنا هبقى في الإمبراطورية لفترة كبيرة. فراحت تيلا مسكت في ايد فينال من الخوف والتوتر وبتقول انا ممكن ارجع وارتاح شويه. فبيقول الامبراطور شكلها تعبانه، احنا هنرجع دلوقتي. وبداوا في المشي. وفجأة الياهو قال استنوا. فاتفاجئ الامبراطور وبيقول في نفسه يا ترى هو حس بحاجه لانه كاهن وممكن يعرف ان الاميره وانا عندنا سر. فقال له الياهو انا ممكن اقدم لجلالتك وللاميره نعمه التطهير. فرد الامبراطور وقال له لا شكرا، اعتقد ان الاميره متعبه وهي بحاجه للنوم بدل من البركه، فممكن بعدين يا الياهو. فرد الياهو قال طبعا يا صاحب الجلاله. والابتسامه كانت على وشه. وجه بالليل وتيلا كانت في غرفتها. فدخل الامبراطور وهو متغير شكله تماما وبيقول لها انت طبعا قلقانه ليكون الكاهن اكتشف السر. فردت عليه وقالت له انت عارف لو حد اكتشف عن سري ده الصفقه معاك هتنتهي. فرد الامبراطور وقال ليه انا؟ فاتضايقت تيلا جدا وبتقول له انت بتقصد ايه؟ فقال لها انا مش هقدر اكون الامبراطور لو تم الكشف عن السر. وقال لها الياهو ده هو شكله مختلف عن الطبيعي بس مفيش داعي للقلق منه. فقالت له هو انت بتخطط لحاجه من غير ما تقولي؟ فقال لها انت برضو مش واثقه فيا رغم اني عملت حاجات كتير عشانك، المفروض انا الشخص الوحيد اللي لازم تثقي فيه. فردت تيلا وقالت له انا كنت بطمن بس. وبدات تستخدم قوتها عليه عشان ترجعه لشكله تاني. فبيقول لها انت شفت الرسائل اللي اداها لك جيري؟ فردت عليه وقالت له في كتير من النبلاء اللي ما سمعتش عنهم قبل كده، ومن ضمن الرساله دي رساله من ماركيز لرانيف. فقال لها يا ريت انك تبعدي عن الشخص ده. فقالت له ليه؟ فقال لها عشان ماركيز ده كنت عايز اخلص منه قبل كده بس مش هينفع دلوقتي، عشان لو اتخلصت منه هيأثر على مستقبل الامبراطوريه. فتيلا اتفاجئت وبتقول في نفسها انا ما شفتش لفينيل متضايق قوي كده، لازم يكون جيري عارف باللي ما بين الاتنين دول. وليه جيري وصل لي رساله من الماركيز لرانيف. وبيجي تاني يوم وكانت تيلا مستجمه مع الطقس
الجميل. وفجأة ظهر ماركيز وبتقول تيلا في نفسها ايه ده، هو بيعمل ايه هنا؟ فماركيز بيقول لها انا سعيد جدا لاني قابلت الاميرة في طريق عودتي من الاجتماع واحضرت ليكي هدية، اليست ريحتها طيبة؟ ده مصنوع من الورد المجفف، ايه رايك فيه؟ وفجأة جت الخادمة وبتقول لتيلا ايتها الاميرة هجيب لك الشاي اللي بتشربيه كالعادة. وطبعا تيلا متوترة ومصدومة، والماركيز متفاجئ وبيقول ازاي الخادم بيقطع المحادثة دون اذن سيده، دي وقاحة وجهل. فردت تيلا بابتسامة وبتقول له ده خادمتي انا هكلمها بعدين. وبتقول في نفسها شكل غلط وكان باين عليا الخوف جدا. فالماركيز بيقول لها بعد الزفاف هتكوني امبراطورة عظيمة. فتيلا بتقول في نفسها ده شكله شخص ذكي وقوي وبيستخف بالاخرين وبيدوس عليهم بسهوله. فتيلا بتقول للخادمه هاتيلي الشاي اللي بشربه وخد الشاي ده من هنا، الشاي اللي ماركيز اداهولها. فقال لها ماركيز شكلك مش عاجبك الشاي؟ فقالت له مش عاجبني. فقال لها ده شاي غير مألوف وهيخليكي تحسي بعدم التجانس وهيناسب ذوقك جدا لو اتعودتي في الشرب فيه. وفجأة دخل الياهو وبيقول انا جيت لاحييك عشان ما قدرتش اشوفك لفتره من الوقت. فقال له ماركيز انا استمتعت بالحديث مع الاميرة، عشان كده انا عندي موعد تاني لازم امشي. وبيقول لي الياهو شكل الاميرة ما تعرفش تشرب الشاي، انا عايزك تساعدها. وساعتها مشي. فالياهو بيقول لتيلا رائحة الماركيز كريهة جدا، خليكي بعيدة عنه احسن. فقالت له ريحته كريهة ازاي؟ انت تقصد ايه؟ فقال لها يبدو الامر كما لو رائحة الامير مثل زهرة مضحكة. وبدأ يقرب ايده عليها، وساعتها كان بيستخدم سحره عليها. وفجأة دخل الامبراطور وبيقول له انت بتعمل ايه على الاميرة؟ فقال له لا مش بعمل حاجة، انا بس كنت برحب بيها. واعتذر من الاميرة. فتيلا قالت له مفيش مشكلة. وساعتها مشي وسابهم. والامبراطور بيقول لتيلا انت كويسة؟ فقالت له ايوه. فقال لها انت استمتعتي بالشاي مع الياهو؟ فقالت له انا قابلت الماركيز واحضر ليه هدايا كتيرة. وطبعا اتضايق الامبراطور جدا. وبتقول تيلا في نفسها شكل الامبراطور في مزاج سيء لما بيسمع اسم الماركيز. هو مش هيقدر يقتله لانه هيغير المستقبل ومحدش عارف المستقبل هو كان يقصد ايه ساعتها، هو ايه اللي ما بين الامبراطور ليفن والماركيز. فبتقول تيلا للامبراطور خلاص هو مش هيقابلني تاني اصلا. فبيقول الامبراطور انت هتكوني في مشكلة بسببي. فقالت له بسببك ليه؟ انت اكيد مش بتفكر انك تحميني مثل زهرة في بيت زجاجي. فسكت الامبراطور وما ردش عليها. فبتقول تيلا في نفسها خلاص مفيش مشكلة انا هعرف ده بنفسي. وبتقول لو حكمت على انها مخاطرة فانا مش هقدر اتحملها، فانا هسيبها لك واهرب وجلالتك تكمل بقى. فسكت شوية لفينال وقال لها هو انت بتطلبي مني احل المشاكل من وراكي؟ فقالت له لا طبعا هقسم العمل، الاشياء اللي مش هقدر احلها هسيبها لك انت. واثناء الليل بيجي لفينال وهو واقف قدام سجن في القصر. وفجأة بتظهر امرأة داخل السجن. فبيقول لفينال انت على قيد الحياة وبصحة جيدة يا امي. وساعتها اتفاجئت من شكله. فقال لها انت اتفاجئتي ان لون شعري ما اتغيرش؟ فبيقول لها انا خلاص لقيت الشخص اللي هيخليني زي الاول في القصر، مش الوحش اللي انت صنعتيه، انا مش هسيب الشخص ده ابدا. وبيجي تاني يوم وجيري وتيلا قاعدين. فبتقول تيلا انا عايز اسالك على حاجه، انت ليه وصيتني بالماركيز والامبراطور ما كانش عارف بوجوده؟ فرد عليها وقال لها مفيش سبب معين، انا دعيت احد عظماء القوى في العالم الاجتماعي. فقالت له تيلا حتى لو كانت العلاقه سيئه مع الامبراطور. فقال لها العلاقات الشخصيه ملهاش دعوه في قائمه العلاقات السياسيه، وبعدين انا على طول جنب الامبراطور وانا اللي بساعده حتى لو اختلفنا في يوم واحد، انا طبعا مش هأذيه. فردت تيلا عليه وقالت له لكن في العادة تلك الصلاحيات هينتهي الامر الى احداث المشاكل. فقال لها في فرق بين الخير والشر، لو كان الشر مفيد فهو جيد بالنسبة لي. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.